أما النجم المغربي إيهاب أمير فهو في حالة نشاط فني كبير، فكليبه الأخير جوج كلمات يحقق نسبة مشاهدات عالية. وفي لقائه مع سيليبريتي نيوز رد وبقوة عن بعض الانتقادات التي طالته، وسنتعرف كذلك عن جديده. جاي نقول لك جوج كلمات وغنمشي حيد قلبي يكره كل شيء. استطاع إيهاب أمير في فترة قصيرة الوصول إلى مرتبة مهمة في الساحة الفنية، وتحول من فنان صاعد إلى نجم يستمع له الملايين، وبأغنيته جوج كلمات بالفعل يؤكد ما ذكرنا. متمنى لك الخير بعدي عليا. فإيهاب قرر إصدار جوج كلمات بدل أغنية الأيام والتي روج لها بشكل كبير. هذا العمل هذا غير مفاجأة بحال قلتي، كنا جالسين ناشطين تجا. إلا أن الأغنية ستنزل قريبا. الأيام واجدة تقريبا، غير الأيام خليناها الإنتاج ضخم إن شاء الله، وتهي من كتابته ألحاني. فإيهاب رفض إعطاء تفاصيل أكثر. واش اللي نقدر نقول لك، ما نقدرش بحكم أننا نخليو عنصر مفاجأة. ماشي هذوك الناس اللي تحقيقهم على درية. أغلب مواضيع أغانيه هي تقريبا فيها رد اعتبار للرجل، لكن تكون قاسية أحيانا على المرأة. سلي بطيء نخليك للحلال ما درنا والو. فهكذا كانت ردة فعله حول ذلك. والله إلا بنات الزريعة كنكذب على الناس أنا والله. والله زعما ما كنضحك معاك دابا. فإيهاب يقول أنه لا يعيش تلك القصة. ما كنعيش داك الشيء اللي كنكتب. نقدر نكون لاحظت بزاف هذه القضية في العلاقات الاجتماعية. يكون شي عارف نفوت منك تسهلي الورقة الحمراء. استعان إيهاب أمير مؤخرا في إحدى حفلاته بعيد الحب بحارس خاص، وانتقادات كبيرة طالتها، فهو يرد أن ذلك حرصا منها على أمنه وسلامته. كيكون حارس على الأمن ديالك، ما كتسماش بوديكار، كتسمى رفيق ديالك. فتحية لنجيب اللي كيكون معايا ديما. هو حنا كما كنقول لك ما خدامينش مع بعضياتنا، حنا خوت. جماهيرية إيهاب أمير في تزايد، وكثيرون اعتبروها أنه أكثر نجم خريج ترى أكاديمي نشاطا ونجاحا. كل واحد كيطمح أنه يكون الأول، هذا الشيء ماشي عيب وماشي غرور. فأنا نتمنى أنني نكون درت شي حاجة للمستوى ونتكلاصا الأول. هذا الشيء راه الطموح ديالي أكيد. إلا أن هناك من يقول أن نجاح إيهاب أمير حاليا سيسحب البساط من سعد المجرد، فبهذه الجملة كان رده: لا تعليق. وبما أن إيهاب أمير في ضيافتنا فلا بأس أن يرد على من يتهموه بالغرور والتكبر، فرد بضحكته المعهودة: إلا بان لك غرور خليه غرور، أنا ماشي سوقي. إنسان اللي فيه الحقد ولا غيقول هذا، إنسان اللي باقي اللي باقي معايا مزيان راه باقي معايا مزيان. محشومة يقولوا هادشي، فهمتيني. يكونش عارف نفوت منك تستاهلي الورقة الحمراء. لاحظ كثيرون في الكليب أن إيهاب يعتمد في إطلالاته على ستايلات مختلفة من الملابس، إلا أن معطف الأخير انقسمت الآراء حولها، فهو يقول أنه كيلبس على ذوقه. أنا مصطي في لبسي، كنلبس داكشي اللي كيطيح لي في دماغي كنلبسو، ما كندافع. هذا يقول لي هذا لا لبس هكا لا لبس هكا. وداك المونطو راه ستيل زوين جديد غالي بزاف. فهمتيني، بصحاب الناس كنتقداو من. المهم اللي غيفهم في لامود راه غيفهم، اللي ما غيفهمش كنعتذر منه، ما عندي ما نقول. فأخبار كثيرة تناقلت عن غناء إيهاب أمير لتتر فيلم ابتسام تسكات، إلا أنه اعتذر. أنا ما كانش عندي الوقت نهائيا. هو طلبوا مني أنني نكتب اللحن اللحن الأغنية ديال التتر ديال المسلسل، وكان لي الشرف. فأنني كنعتذر منهم. ديك الساعة كنت كنوجد الأغاني ديالي، فما كانش عندي الوقت وما كانش ليا نوفق ما بين الألحان ديالي، حيت ما كنبغيش نحط شي حاجة اللي ماشي في مستوى. كما أن هناك مفاوضات بين إيهاب أمير ومهرجان موازين. كاين تفاوض أكيد، كأي شاب فنان صغير طموح صاعد كيتمنى أنه يوقف فوق خشبة الموازين. الشيء باقي ما مقررش، ولكن إن شاء الله. أما هذا فهو جديد. أغنية الأيام إن شاء الله ما نخرج حتى حاجه من قبلها، وان شاء الله تعجب الناس. ان شاء الله غنتقاتلوا باش نديروا شي حاجه اللي زوينه وانتاج يكون ضخم.